السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بالعودة إلى أحداث اللقاء بين المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي. نسرد عليكم بعض الوقائع التي حدثت بداية من الشوط الثاني. ما نقدرش نهضر لك على الماتش كاع، باش نهضر لك شوية وشنو من الأسباب اللي خلاو مروك المغرب المستوى تاعها يتراجع وكيفاش خسرت الكاس. المنتخب المغربي يظهر لي أنه المتسبب الأول في الخسارة هو المدرب وليد الركراكي. كيف ذلك؟ المدرب وليد الركراكي هو المتسبب في الخسارة بتغييراته، بالتشكيلة التي وضعها وبالتكتيك الذي دخل به. عندما تشاهد المنتخب السنغالي استحوذ بالطول والعرض على الكرة طيلة أدوار اللقاء. حتى في الأشواط الإضافية كانت هنالك فرص خطيرة، وكان بالإمكان أن يكون أكثر مما كان. يعني لو استغلت الهجمات المرتدة التي قام بها المنتخب السنغالي في الدقائق الأخيرة، كانت النتيجة سوف تكون على أقل تقدير 3-0. قلنا بأنه نقطة منعرج اللقاء هي إصابة العيناوي على مستوى العين فوق الحاجب أو العين هنا. فكنت أتوقع أن وليد الركراكي راح يخرجه، لكن تأخره في تقديره في التغييرات التي أراد أن يقوم بها كان خاطئ 100%. لأنه أولا أخرج أحسن عنصر في الهجوم الذي هو كان الكعبي، وترك المصاب العيناوي. نورمالمون كان عليه أن يخرج العيناوي عند الإصابة. يعني أنا كنت نتفرج هكايا ونشوف اللقاء، بديت نقول إلا خلاه راح يقدر المغرب، إلى وليد الركراكي اللقاء راه في يده. إذا خلى العيناوي يلعب يكمل الماتش راح يفلق المباراة، راح يهردها. وكما كان الحال كان نائل العيناوي يلعب. حتى السنغاليين، المدرب السنغالي كان يتمنى من الركراكي ما يخرجش نائل العيناوي، لأنه كان مصاب. تصيب على مستوى الجبهة أو العين هنا في هذا المكان، ما كانش بنفس التركيز اللي كان فيه مع الزهطه اللي مع الضربه اللي داها، كاين بزاف صوالح. ثانيا انك تخرج احسن عنصر في الهجوم، هنا خطا كبير، لانه الكعبي من احسن رؤوس الحربه في كاس افريقيا. بالك ما كاش كيما هو كان خطير جدا في دفاع السنغال، لانه صحيح اضاع كثير من الفرص، لكن هذا النسيري لم يقم باي فرصه باش نتفاهموا. حتى الرميه الراسيه التي دارها كانت بعيده على المرمى وما كانش قادر يسجلها. هي هذيك راسيه صحيحه 100%، لكن ما كانش مقابل لي بيت. الكعبي كان قادر يسجل وكون قاعد يسجل. العيناوي كان عليه اخراجه الركراكي، لانه عندما ابقى عليه نقص من مستوى المنتخب المغربي، اضافه الى انه ادخال السيباري في بدايه اللقاء كان خطا غير صائب. وهنا نقطه التحول بالنسبة للمنتخب السنغالي حينما ضيع ضربة الجزاء. المنتخب المغربي ضيع ضربة الجزاء، وإبراهيم دياز فعل أكبر خطأ في حياته لن ينساه مدى حياته، إلا إذا توجت المغرب بكأس إفريقيا مستقبلا. يا أخي أنت في كأس إفريقيا ونهائي وتيريها وروح تصفق على هواك بصحتك لاكوب، تضربها بتلك الطريقة. يودي ضربها بفراب وفي الكوتي وخير عليها تدخل له ما تخافش. مشي ندلع هكاك الكارديان مركز معاك 100%، والخوف مليار والضغط مليار والناس تقارع وانت هي راطيتها عايشه درت فلقتها. ليس هذا الصوالح لازم منهم. شوف، لو سددها حكيمي كانت في الشباك. انا اقول لكم لو سددها حكيمي كانت في الشباك، لانه حكيمي اكثر جاهزيه منه، واكثر تركيزا منه، واحسن منه كل شيء كما تبغي، لانه لاعب في النيفو اكثر منه، بس هو هذاك قبله. ابراهيم دياز هذا اصلا يبان لي بلي انا ما خرج وسايل، اللعب تاعو نيجاتيف. حتى في ريال مدريد ما يقنعنيش. وراكم تشوفوا جا المغرب ما جماعه سمحوا لي، ما ملقجع 10 في قادره مو انت خرجتوه ودخلتوه في حيط على بالك. والله لا فلقته، لا فلقته يا صاحبي. لقجع 10 في قادره مول هذيك كوب دافريك، ومن بعد جا ابراهيم دياز دلهاك نقرطها قسلوا في يدو والسلام عليكم. امام حارس كبير ما ننساوش، الحارس اللي هو حارس المنتخب السنغالي مندي، حارس كبير
لا يستهان به، كان عليه أن يضعها في زاوية صعبة وبقوة كي يضمن الهدف، إلى أنه تلاعب بمستقبل المغاربة وجعلهم حزينين ليلة كاملة. وليد الركراكي مدرب منتهي. إذا أراد المنتخب المغربي تتويج بكأس إفريقيا، أولا إصلاحات كبيرة على مستوى الاتحاد أو الجامعة المغربية لكرة القدم. طرد البغل هذاك تاع طردوه، لازم يحاوزوه، هذاك تاع القجع هذاك، اقسم بالله له هو اللي راه داير كارثه في افريقيا، داير كارثه في افريقيا وفي المغرب. مدخل النوادي الافريقيه والمغربيه والمنتخبات الافريقيه ومستوى البطوله الافريقيه في حيط، دايرها شوف، دايرها مملكه، تحسب راهي مملكه افريقيا وليس الاتحاد الافريقي. اصبح يعيث فسادا، وكل ما فعله عاد بالسلب على المنتخب المغربي في النهائي. حاشا لله أن يحب الشعب العربي الشقيق لبعض الشر، إلا أنه لقجع جعل كل إفريقيا ضده البارحة، وكل الشعوب فرحت بهزيمة المنتخب المغربي، ليس كرها في بلاد المغرب وليس في المنتخب المغربي، بل كرها في ذلك الفاسد المرتشي مونتيسيبي بالدرجة الأولى، ولقجع الكلب هو وأنفانتينو الفرطاس. صاحبي فضحوا كلش، ما خلوش كرة القدم النزيهة اللي يحبوها الناس. انت تسخر بيا انت، كلش مخيط، خرجتوا الجزائر بالقوة، تم طرد المنتخب الجزائري بالقوة من أراضي المغربية، وهذا الشيء لا يشرف بتاتا الاتحاد المغربي لكرة القدم الذي يمثله الأقجع. هذا الأقجع أصبح عاهة في إفريقيا وفي المغرب، يجب عليكم طرده. نحن فزنا بكأس، لما فاز المنتخب الجزائري بكأس إفريقيا في تلك اللحظة لم يكن رئيس الاتحاد تاعنا، رئيس الاتحاد الجزائري، متمرس في إفريقيا أو شيء آخر. جبنا رجل خاطئ كاع إفريقيا هذه، كان عنده أكاديمية اللي هي أكاديمية بارادو خير الدين زاشتي، حطيناه، جبنا مدرب مليح، دينا بها كوب دافريك. من بعد ديك ما صار الخلاط، راح لرئيس الاتحادية، بدا الخلاط يخلطوا، قالوا المدرب رانا مازلنا نخلطوا، رانا تامين فيها. وما يدل أنه كاس إفريقيا ما كان لك وليش لا والو، هم السنغاليين ما كان لك وليش لا والو، ربحك فوتبال ذراع. شو كي تكون صحيح ما طيعش، كما قال لك الصحيح ما يطيعش، كي تكون صحيح عندك ايكيب تاكل عليها ما طيعش، يديروا واش يديروا، صرعوهم فوتبال يا جماعه، او صرعوهم. شتوات كي دقابو داخله لي ب 700 شيرو دار روحو كف. هذيك هي المره البارح قدام